ما ينفعش اصلا اللي حصل، لان دي تعتبر يعني قله تقدير لجمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي ذات نفسه. اللي هو ما ينفعش اصلا اللي هو يعمله. انت كده مش مقدر النادي الاهلي، مش مقدر اي حاجه في النادي الاهلي، لا مدربين ولا جمهور ولا اي حاجه. قله تقدير. الامور واضحه قوي للناس، يعني في زمان كانت بتبقى مثلا عرفنا ان في مشكله بس مش عارفين التفاصيل، لكن لما سيف زاهر يطلع يتكلم عن التفاصيل او ابراهيم عبد الجواد مش فاكر بيتكلم عن التفاصيل بشكل واضح جدا، ده بيدل ان الاهلي المصدر بتاع يعني بقى ليه مصادر كتيره جوه، بقى في ناس كتيره قوي بتخش تتكلم جوه. ده شيء مش في مصلحه لا اللعيبه ولا المديرين ولا اي حد من فكر من الكيان الاهلي بشكل عام. قالوا انت مع النادي الاهلي انه هو هيشوف نادي تاني. هو انا شايف ان هو اصلا اوريدي شايف نادي في السعوديه. هو انا كزملكاوي انا بحبه الصراحه، بس حركات كتير حصلت معانا، اتمنى له كل التوفيق يعني. هيلتزم مع الاهلي؟ هيلتزم ان شاء الله. والله انا شايف ان الاهلي اصلا كبير يعني الاهلي كبير ككيان، لكن الامام نفسه كقدرات وكمستوى لا، هو الامام يلعب في فرق كبير، يلعب في اقل حاجه دوري من الدوريات الخمسه الكبرى، مش في فريق توب فيهم، بس امام مستوى حلو، وبعد ما طلع من الاصابه بيقدم مستوى حلو زي ما هو مستواه ما قلش بعد الاصابه اللي اخدها ولا الفيروس، فالموضوع منتهي يعني.